أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال إن الإمارات حليف بلاده منذ عقود طعنتنا في الظهر، وأضاف خلال اللقاء نفسه: سيرون ما يمكنني فعله. في مفاجأة صادمة، نشرت صحيفة أمريكية مقالا أبرز خلافا في البيت السعودي مع الإمارات، ما حدا بالكثيرين للتساؤل حول أسباب هذا الخلاف. أشارت الصحيفة إلى اجتماع ابن سلمان ببعض القيادات. وما علاقة الكيان الصهيوني بهذا الخلاف؟ وهل يسعى الغرب لبث الفتن والصراعات بين الأشقاء العرب بعد فشل أمريكا في الحصول على النفط السعودي بأقل الأسعار، وبعد عودة الرئيس الأمريكي بايدن خاوي اليدين قبل أشهر من السعودية؟ فماذا حدث؟ الخلافات تدب في البيت السعودي الإماراتي، فما أسبابه؟ بعد حالة الاتفاق الذي بدا واضحا بشدة خلال الفترة الأخيرة بين السعودية والإمارات، إلا أن التدخلات الغربية وسعي الولايات المتحدة لتفريق الحلفاء بدأ يدب في صفوف الأشقاء الخليجيين، حيث نشرت صحيفة وول ستريت جورنال مقالا جاء فيه أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اجتمع بعدد من القيادات والصحفيين في السعودية في ديسمبر الماضي، ولكن نتيجة هذا الاجتماع كانت صادمة. فبحسب الصحيفة أكد ابن سلمان أن الإمارات تسعى لتحقيق مصالح خاصة بها، كما أن السعودية كانت قد قدمت مجموعة من المطالب، إلا أن الإمارات لم تستجب لمطالبه. لذا قد يلجأ ابن سلمان إلى تطبيق القرار الذي اتخذه ضد قطر في عام 2017، وهي المقاطعة التامة والعزلة السياسية والاقتصادية كما حدث مع قطر. لترجع الصحيفة أسباب الخلاف بين الحليفين العربيين، حيث قالت الصحيفة وفق بعض القادة الذين حضروا الاجتماع مع ابن سلمان إن الخلاف بين السعودية والإمارات في وجهات النظر في تلك الفترة كان بين أزمة اليمن وعاصفة الحزم السعودية والإماراتية ضد إيران والحوثيين، والأمر الثاني كان قرارات منظمة أوبك والتي كانت تسعى للاستحواذ على أسواق النفط في ذلك الوقت بعد قرارات أمريكا بتحديد سقف لأسعار النفط عالميا. وتشير الصحيفة إلى أن الإمارات لم تكن راضية تماما عن قرار السعودية والتي تتزعم منظمة أوبك بلس عن تخفيض حجم الإنتاج والاتفاق مع روسيا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة وأنها توقعت ردا أمريكيا خطيرا على تصرفات أوبك بلس. كما أن الإمارات أبلغت واشنطن أنها غير راضية عن قرارات أوبك بلس، وهو ما أثار غضب ابن سلمان بطبيعة الحال. وذكرت وكالة بلومبرغ أن خروج الإمارات من منظمة أوبك يمكن أن تكون له تداعيات سياسية، ليس فقط مع المملكة العربية السعودية أحد أكبر شركاء الإمارات التجاريين، ولكن مع حلفاء الإمارات الخليجيين الآخرين مثل الكويت والعراق، مضيفة أن المسؤولين الإماراتيين منذ سنوات يفكرون في أفضل التحالفات لتحقيق مصالحها طويلة المدى، حيث تسعى الإمارات إلى تحقيق أقصى استفادة من زيادة قدراتها الإنتاجية في مجال النفط الخام. هذا وتستمر الصحيفة في تفنيد أسباب الخلاف السعودي الإماراتي، حيث ذكرت بأن السعودية كانت في نهاية العام الماضي قد أعلنت أنها بدأت مفاوضات غير رسمية مع الحوثيين، وهو ما أغضب الإمارات التي لم توافق على هذا الأمر، وطالبت بالاستمرار في الحرب ضد الحوثيين الذين يهددون البيت الخليجي في المنطقة. كما أن اقتراب السعودية من إيران في هذا التوقيت بوساطة صينية لم يوافق هوى الإمارات العربية، والتي كانت تسعى للاستمرار في عدائيتها لإيران التي تعد خطرا كبيرا يهدد التواجد الخليجي، خاصة ومع اقتراب السعودية من الحوثيين باتت إيران شريكا في المنطقة. ورأت الإمارات أنه يتوجب طرد الحوثيين وكسر شوكتهم وإيران في اليمن، ومن ثم إعادة العلاقات مع النظام الإيراني. كما أن قرار السعودية بجعلها مركزا إقليميا للشركات العالمية التي ترغب في الاستثمار في الأسواق الخليجية، وهو ما سيضر بالأمن الاقتصادي للإمارات التي هي وجهة كبرى للشركات الاقتصادية والاستثمارية العالمية. كما أشارت الصحيفة إلى الدور الأمريكي
لإعادة العلاقات بين البلدين مرة أخرى، وأن واشنطن تسعى بكل ما أوتيت من قوة من أجل لم شمل البيت الخليجي مرة أخرى، وذلك خوفا من تأثير هذا الشقاق بين السعودية والإمارات على مسألة التطبيع مع الكيان الصهيوني بالمنطقة. كما أن واشنطن تخشى الإضرار بمصالحها مع قطبي النفط في منطقة الشرق الأوسط وهما الإمارات والسعودية، خاصة وأن واشنطن تسعى خلال الفترة الأخيرة للحفاظ على كميات النفط المطروحة بالأسواق بعدما بدأت روسيا بالتلاعب بحجم الإنتاج النفطي بهدف الإضرار بالسوق العالمية. إلا أن خبراء أكدوا بأن العلاقات السعودية الإماراتية كانت تسير وفق رؤى محددة، خاصة وأن الدولتين كانتا تسعيان لتحقيق مصالحهما المشتركة، وذلك قبل حرب روسيا وأوكرانيا. أما بعد اندلاع شرارة هذه الحرب انكشفت الكثير من الأغطية وظهرت كثير من الحقائق التي كانت خفية، حيث بدأت كثير من الدول السعي وراء تحقيق مصالحها الخاصة والاستفادة من هذه الحرب أيما استفادة، خاصة وأن الغرب بدأ يتجه بأنظاره إلى الشرق الأوسط وبالأخص الخليج، وذلك بعدما أغلقت روسيا الغاز عليهم، وارتفاع أسعار النفط دفع دول العالم إلى تحقيق أكبر مكاسب لها والاستفادة من الأزمة العالمية. كما أشارت بعض الصحف إلى أن حضور الرئيس السوري بشار الأسد إلى قمة جامعة الدول العربية يعد نقطة خلاف بين السعودية والإمارات، وهو ما ترفضه الإمارات، إلا أن السعودية ترغب في لم شمل البيت العربي في قمة جامعة الدول العربية. كما نفى الأمير فيصل بن فرحان التقارير التي تتحدث عن تزايد الخلافات مع الشريك الإقليمي الإمارات العربية المتحدة، كما ورد في الأسبوع الماضي من قبل صحيفة وول ستريت جورنال على أنها مبالغة في الدراما وتستند إلى مصادر لم تسمها دون أن تفهم مدى عمق العلاقة بين دولتين خارجيتين. وقال: لدينا شراكة قوية للغاية مع الإمارات العربية المتحدة، نافيا التقارير التي تتحدث عن خلافات بسبب المنافسة الاقتصادية التي قال إنها تكمل بعضها بعضا. ويرى مراقبون أن الغرب يسعى لتوسيع فجوة الخلاف في البيت الخارجي من أجل استقطاع إحدى الدول، وعلى سبيل المثال الإمارات، واجتذابها إليهم من أجل مصالحهم الخاصة. في حين تذكر صحيفة التليغراف في مقال كتبه جيمس روثويل بعنوان من رحلات التخييم إلى برود العلاقة، فما سبب الخلاف بين أقوى صديقين في الشرق الأوسط؟ يقول الكاتب إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لم يتحدث مع الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان منذ 6 أشهر، على الرغم من الصداقة القوية التي نشأت بينهما منذ 7 سنوات وشهدت تخييما وصيدا بالصقور في الصحراء. وأرجع خبراء الخلاف السعودي الإماراتي إلى أمد بعيد، حيث يعود التوتر في العلاقات بين السعودية والإمارات إلى خلاف حدودي بدأ مع وضع حدود المملكة السعودية من قبل مؤسسها عبد العزيز آل سعود، وتمدده باتجاه أراضي الإمارات وقطر وسلطنة عمان، ما شكل بداية نشوء هذا الخلاف الذي كان موضوعه الأساسي واحة البريمي، والذي حل حينها بتقاسم المنطقة من قبل الأطراف المتنازعة. وأخذت الإمارات 6 قرى وسلطنة عمان 3. فرضت السعودية باعتبارها القوة الأكبر اتفاقية حدودية على الإمارات سميت باتفاقية جدة في العام 1974، وترافقت مع الاعتراف السعودي بالإمارات كدولة، وحصلت مقابل ذلك على مكافأة تمثلت بمساحة من الأراضي الغنية بالنفط في المنطقة الحدودية بين البلدين. حاولت الإمارات لاحقا تصحيح الأمر، لكنها قبلت برفض سعودي أحيانا وضغط بأشكال متعددة أحيانا أخرى، ومنها منع السعودية الإماراتيين من دخول أراضيها في العام 2009 باستخدام بطاقات الهوية الخاصة بهم، تحت ذريعة أن البطاقة تحتوي خريطة تظهر أراضٍ سعودية على أنها جزء من الإمارات.